جريمة من الجرائم اللي قلبها الرأي العام حاليا. 4 جثث لنفس الأسرة مرميين في أماكن مختلفة، والرابط بينهم كان القاتل اللي خلص على ال4 بدم بارد. قاتل معدوم الرحمة والإنسانية، قدر يقتل أطفال كانوا بيقولوا له بابا من غير ما يفكر. النهارده هنحكي عن التفاصيل الكاملة لجريمة أطفال اللباني. السلام عليكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. ولأن القضية لسه بيتحقق فيها فأنتم عارفين طبعا إن لسه مفيش حكم نهائي، لكن على الأقل أنتوا هتسمعوا هنا التفاصيل المظبوطة. بس قبل ما نبدأ الفيديو كنوع من الدعم يا ريت تعمل لي لايك واشتراك في القناة، وبعد ما تخلص الفيديو قول لي رأيك في الكومنتات. الجواز سكن ومودة ورحمة. علاقة لو مش قايمة على السكينة والود يبقى فقدت أهم عنصر فيها، لكن للأسف في عصرنا الحالي الجواز أخد أبعاد غريبة شوية. السن بقى عامل رغبة للأهل إنهم يتخلصوا من بنتهم بأي شكل، وعوامل كتير قوي بقت تخلي الأهل يرموا بناتهم في أي جوازة وخلاص، والكلمة اللي بنسمعها ساعتها إننا عايزين نسطرهم، بس الواقع إننا بنرميهم وبنقضي على حياتهم. زيزي بنت زي أي بنت من بيئة فقيرة نسبيا. الأب والأم منفصلين، والبنت بتحلم بزوج كويس يتقي ربنا فيها، خصوصا إنها منقبة وحافظة القرآن. وفعلا اتقدم لها حمادة، فرد أمن وراجل واضح إنه كويس ومحترم. وطبعا على طول العيلة وافقت وزيزي نفسها وافقت واتجوزوا. واحدة من كوارث العلاقات حاليا إن في رجالة لما بيلاقوا إن الزوجة ملهاش حد بيقرروا يدوسوا عليها، بينسوا الهدف من الجواز، بينسوا السكن والمودة والرحمة. وحسب كلام الشهود والحالة اللي وصلت لها زيزي مع حمادة، يبدو ان الحياة بالتدريج وصلت بينهم للمرحلة دي. زوج لقى زوجته خلاص ام ل3 ابناء وملهاش حد غيره، ومهما حصل بينهم هتفضل طبعا في البيت. فبدأت المشاكل تكبر يوم ورا يوم وشهر ورا شهر، لحد ما تفاقمت وبقى صعب حلها. خصوصا ان زيزي كل ما تلجأ لأهلها يقولوا لها استحملي، وكل البيوت كده. حتى جارتها واللي كانت صديقتها المقربة كانت بتقول لها نفس الكلام. وحمادة كان زي أزواج كتير فاهمين القوامة غلط، كان بيضرب ويعنف فيها وهي ملهاش حد تلجأ له. لكن رغم كده من كام شهر قررت زيزي تعمل وقفة في حياتها، وراحت لبيت عمها وابوها وامها، لكن ولا بيت من ال3 تحملها ورجعوها تاني. وده بدل ما يخلي حمادة قلبه يحن على مراته اللي ملهاش غيره، داس عليها اكتر وسابت زيزي البيت من تاني وراحت لبيت اهلها عشان برضه يرجعوها له تاني. وبرضه مفيش اي حاجه اتغيرت لحد ما في النهايه مشيت زيزي، اخدت اولادها ال3 سيف الدين وجنى ومصطفى وراحت لبيت اهلها، واللي طبعا رفضوا يستقبلوها كالعاده. وهنا مشيت فعلا لكن ما روحتش بيتها. اختفت هي وولادها من يوم 26 سبتمبر 2025، والزوج اكتشف ده اصلا بعد كام يوم. كان الفتره دي فاكرها عند اهلها فما سالش، واهلها فاكرينها روحت فما سالوش. النقطه دي لوحدها تبين الست دي كانت عايشه ازاي، وقد ايه اللي حواليها ما كانوش منتبهين ليها ولا مركزين معاها. اختفت كام يوم ومحدش اخد باله، ولما الزوج اخيرا اخد باله راح عمل بلاغ في الاسم وخلاص، عشان يوم 21 اكتوبر تحصل الكارثه. لما كانت واحده ست نازله من بيتها في العماره رقم 16 شارع محمد حربي اللي بيني فيصل الصبح، واتفاجئت بطفلين مرميين في مدخل البيت، ولد وبنت شكل حالتهم صعبه جدا. فجريت على الورش اللي في الشارع وسالتهم لو حد يعرف العيال دي او لو حد شاف حد جابهم، لكن محدش كان عارفهم ولا شافهم. والناس جريت على مدخل العمارة تشوف ايه الموضوع، وفعلا لقوا طفلين، الولد واللي كان شكله اكبر متوفي، اما البنت كانت لسه عايشة. وكلمتهم بصعوبة وقالت اسمها واسم ابوها. الناس على طول طلبوا المستشفى والاسم واتنقلوا الاطفال على المستشفى، لكن فعلا كان الطفل واللي اسمه سيف الدين وعمره 13 سنة اتوفى، والبنت واللي كان اسمها جنى وعمرها 11 سنة اتوفت اول ما وصلت للمستشفى. طبعا الاب اتبلغ في التليفون وجه يجري على المستشفى وهو في حالة ذهول رغم اي مشاكل، لكن ده اب، وفكرة انه يلاقي بنته وابنه جثث دي كارثة. الراجل كان بيصرخ وكان بيقول انهم حافظين القرآن، الاتنين كانوا في مدارس ازهرية وكانت امهم حريصة انها تحفظهم القرآن. فالراجل من ذهوله كان عمال يأكد على المعلومة وهو بيعيط ويصرخ. السؤال المهم دلوقتي هو فين مصطفى الابن الصغير وزيزي مراته؟ الحكومة ما كانش عندها رد ولا حتى حمادة، محدش عارف فيه ايه وهم فين. وهل الأم هي اللي قتلتهم ولا هي كمان في خطر؟ محدش كان عارف، لكن البحث كان شغال عنهم، وبعد شوية لقوا زيزي، لقوها جثة في المشرحة. الموضوع كل مدى كان بيزيد رعب وغرابة. زيزي لقوها في مستشفى حكومة مش معروف لها أهل، والدكاترة قالوا إن جوزها جابها من كام يوم وهي في حالة إعياء شديدة، وكان معاه ورق يثبت إنه جوزها وإن اسمه علي محمد علي. ولما طلبوا منه البطاقة قال إنه اتلخم في مراته التعبانة ونسي يجيب البطاقة، وجري على البيت عشان يجيبها، لكن هو مرجعش والست ماتت. وعلى طول اتعمل محضر بوفاتها، خصوصا ان الوفاة كانت غريبة وفي اعراض تسمم. والزوج اللي اتسجل باسمه دخولها في المستشفى مش حمادة، والراجل اللي دخلها مرجعش يعني مش جوزها. طيب هو مين وفين مصطفى؟
بدأت الشرطة تفرغ الكاميرات في الشارع اللي اتلقت فيه جثث الطفلين، ووصلت لتوك توك واقف قدام العمارة، ونزل منه واحد شايل سيف الأول وبعدين رجع شايل جنى، ورمى الاتنين في المدخل وركب التوك توك وهرب. طبعا جنى وسيف وزيزي اتحولوا للطب الشرعي، وبدأ البحث عن الراجل اللي اتصور وشه في الكاميرات والتوك توك كمان. في الوقت ده ظهرت جثة تالتة في ترعة المنصورية، جثة لطفل صغير، وطبعا طلعت جثة مصطفى. الأربع جثث اتجمعوا في المشرحة، وأثناء انتظار التقرير بتاع الطب الشرعي كانت المباحث وصلت للتلاتة، سواق التوك توك والراجلين اللي كانوا معاه. أحمد محمد عبد الغني عبد الفتاح 38 سنة، صاحب محل أدوات بيطرية وساكن في كفر تهرمس. لما الشرطة وصلت لشخصية القاتل بعد يومين تلاتة وراحوا يقبضوا عليه، الناس قالت انه قافل بقاله يومين وما ظهرش، يعني من يوم الجريمة، وطبعا ما كانش صعب على الشرطة انها توصل له بعد كده. فعلا الشرطة قبضت عليه، وهو اللي قال على الاتنين التانيين. رمضان صالح عبد الحميد 51 سنة وشغال عامل عند أحمد، وعايش في كفر غطاطي في الهرم. وعمر صاري فخر 15 سنة سواق توك توك. وبدأت التحقيقات معاهم هما التلاتة. أحمد هو اللي اعترف على رمضان وعمر، وأحمد ده أساس بقى القصة كلها. بمجرد ما واجهوه بالموضوع اعترف على طول. احمد في اول التحقيقات قال انه على علاقه غير شرعيه بزيزي من 3 شهور، وانه اقنعها انها تيجي تهرب معاه في شقته اللي مأجرها، لكن هو اتصدم لما جابت عيالها التلاتة واللي كانوا كبار مش صغيرين. والموضوع كان ماشي كويس لحد ما زيزي هددته وطلبت منه انه يتجوزها رسمي اول ما جوزها يطلقها، لكن هو رفض، فهي هددته انها تفضحه، وعشان كده هو جاب ماده سامه وحطها لها في العصير. ولما اتأكد انها قربت تموت اخدها المستشفى وطبع ورق مزور من على النت باسم تاني، ودخلها المستشفى وسابها وهرب. وانه ما كانش ناوي يموت العيال التلاتة، لكن هم كانوا عارفينه وبيقولوا له يا بابا، فهو اخدهم على انه هيفسحهم ووداهم عند ترعة المنصورية، وهناك شربهم من العصير. شرب سيف وجنى، لكن مصطفى رفض، فشاله ورماه في الترعة ورجع باخواته على البيت. لما اتأكد ان سيف مات وجنى قربت تموت، اتصل بعامل عنده اللي هو رمضان وطلب مساعدته، فجاله رمضان وجاب توك توك وقال انهم رايحين يرجعوا العيال لاهلهم. وفضلوا ماشيين في شارع محمد حربي عشان شارع فاضي، لحد ما لمح احمد باب عماره مفتوح، فوقف التوك توك ونزل رمى العيال جواه، وما كانش يعرف ان الكاميرا لقطاه. طبعا الكلام ده ولع الدنيا كلها. زيزي كانت ست منتقبه والكل يشهد باخلاقها. جوزها نفسه طلع في فيديو وقال انه مستحيل يصدق الكلام ده على مراته، لكن طبعا الكلام السيء من السهل انه ينتشر، والناس كلها بقت تتكلم على سمعة زيزي من غير اي تأكيد على الكلام ده. في الوقت ده النيابة كانت لسه بتحقق، وكل مدى كان بيظهر جديد، زي مثلا ان النيابة عرفت ان زيزي كانت بتنزل تشتغل خدامة في البيوت عشان تساعد جوزها. يعني فوق كل البهدلة دي كانت بتنزل كمان عشان تشتغل وتساعده، ومش شغلانة حتى تصونها، دي شغلانة مرمطة وقلة قيمة. والجيران وكل الناس قالت انها ما كانتش مرتاحة مع حمادة جوزها، وانه كان تعبها دايما. في نفس الوقت حمادة كان بيقول ان حياتهم كويسة وهادية ومفيهاش مشاكل، وان هي فجأة اتغيرت من كام شهر من غير سبب. يعني هو بينفي التهمة عنها وبيقول اللي يخلي الناس تصدقها في نفس الوقت. وقال ان اخر مشكلة دي كمان كانت بسبب ان حد كلمه من رقم غريب، وقال له ان مراته بتخونه. الكلام كله كان غريب، وكلام حمادة جوزها كان متناقض وغريب. وفضلت التحقيقات شغالة برضه، وكان المنتظر تقرير الطب الشرعي، خصوصا ان كلام احمد القاتل مش مظبوط، وفي نفس الوقت ده قاتل 4، يعني كده كده هيتعدم. طب ليه اتبلى عليها؟ الشك كان خلاص اتمكن من الناس، وبخلاف اهلها واللي يعرفوها من قريب الكل كان مصدق. الست ماتت واتدفنت، وجنازتها هي وعيالها كانت كبيرة جدا، ولسه الناس بتتكلم في شرفها، والمجرم كل ساعة يضيف تفصيلة، لدرجة انه اتبلى عليها انها هتنشر صور ليه صورتها له وهي معاه. اخيرا ظهر تقرير الطب الشرعي واللي قلب كل الموازين. التقرير قال ان زيزي في اثار اعتداء عليها، وواضح كمان انها قاومت الاعتداء ده، وكمان في اثر مخدر في دمها ومبيد حشري، ونفس المبيد كان في دم جنى وسيف. ده غير ان الطفلين عليهم اثار ضرب، خصوصا جنى اللي عندها ضلع مكسور، وده معناه ان كان في اشتباك. التقرير كله بيقول ان احمد كذاب، وان الست دي بريئة، لانها لو فعلا عايشة معاه في علاقة غير شرعية ليه هيحاول يعتدي عليها؟ احمد في الاول حاول ينكر شويه، لكن في النهايه اعترف. قال ان هو اللي كان بيكلم جوزها ويقول له انها بتخونه، كان بيقفل في وشها الابواب وبيخلق خناقه بينها وبين جوزها عشان تضطر تجيله، وانها جات له فعلا فاجر لها شقه لكن ما كانش عايش معاها فيها. ولما حاول معاها عشان يعمل معاها علاقه رفضت، ففكر يخدرها ويعتدي عليها، لكن هي قاومته فشربها العصير المسموم. لما الاولاد حسوا ان في حاجه غلط وحاولوا يدافعوا عن امهم ضربهم، وخصوصا جنى اللي اتعرضت لكسر في ضلعها. وبعدين راح ودى زيزي المستشفى على انها مراته، ورجع عشان يخلص من عيالها الاتنين الكبار. طبعا مستحيل يكون خرجهم وفسحهم والحكايه اللي حكاها دي، والبنت ضلعها مكسور. واخيرا اخد الصغير ورماه في الترعه. بعدها كلم رمضان وطلب مساعدته، وجابوا عمر سواق التوك توك وفهموه انهم بيرجعوا العيال لاهلهم عشان تعبانين. عمر تم الافراج عنه لانه فعلا ما كانش يعرف اي حاجه من القصه كلها.
لكن أحمد ورمضان حاليا محبوسين. أحمد ده يستاهل يتحاكم مرتين، مرة للقتل ومرة لأنه اتكلم على شرف واحدة ست، وكمان ميتة مش تعرف تدافع عن نفسها، وفوق ده كله قتل عيالها عشان ما يشهدوش عليه. والله أعلم ليه زيزي لجأت له، الله يرحمها اتبهدلت في حياتها ووفاتها، ويرحم عيالها العصافير الصغيرة اللي ماتوا موتة بشعة. والله أعلم حسوا بإيه وتعبوا قد إيه. عززوا بناتكم يا جماعة، عززوهم، لأن محدش يعرف نفوس الناس بره عاملة ازاي، ومحدش عارف في كام كلب حواليهم بيعمل إنسان وبيعرض مساعدات بشكل راقي وهو أصلا بيدور إنه ينهشهم. دعواتكم بالرحمة للي ماتوا، ويا رب تكونوا دايما بخير.